السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، ويعود عليكم الأيام بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل كده حاجة كده جميلة بنشتريها من بره بالغالي وبفلوس كتير، هنوفر عليكم ده كله ان شاء الله. وهوريكم طريقة عمل الكنافة او كنافة الفنجال اللي هي بالقشطة بطريقة سهلة وبسيطة. نسمي الله ونصلي على الرسول. هنا معايا كوباية لبن وحطيت عليها حوالي 3 معالق سكر و3 معالق نشا، وقلبتهم على البارد. وبعد كده حطيتهم على النار لغاية لما تبقى ايه كريمة معايا كده زي ما حضراتكم شايفين. عندك قشطة هيكون افضل طبعا لو عاوزة يعني تزود الطعم عندك. تمام. هنا خلاص الكريمة معايا استوت يعني ومسكت. وبعد كده ايه اجيب كيس كده عندي او استرتش المتوفر عندك واغطيه عشان بس ما تشققش مني بعد ما تهدى. وهنا معايا نص كيلو كنافة، انا حطيته في الفريزر من بالليل عشان يبقى سهل التقطيع معايا ويتفرم معايا حلو اوي. انا عايزاها ناعمة اوي زي ما حضراتكم شايفين. عايزة تحطها في الكبة عشان تبقى ناعمة ماشي، عايزة تعملها بايدك كده هتبقى سهلة معاكي، انما ما تقطعهاش هي وطرية. تمام. وبعد كده عند الصواني انا دهنتها سمنة اللي انا هقطع فيها، اعمل طبعا كذا فورمة وكذا شكل، واللي يعجبكم ان شاء الله ابقوا جربوا. هنا معايا نص كوبايه سمنه بلدي واول متوفر عندك، بس طبعا معروف ان الكنافه لازم يفضل تكون سمنه بلدي او ايه اللي متوفر عندك. دي نص كوبايه. ومعايا حوالي 3 معالق سكر بودره. تمام. ومعايا هنا برضو 3 معالق من الشربات. بالمناسبه الشربات عباره عن كوبايتين من السكر، كوبايه من الميه، وعصره نص ليمونه. طبعا انا عملت الشربات طبعا في الاول خالص عشان يبرد معايا، وسبته كده لغايه لما يبقى حلو يعني تقيل ما يبقاش خفيف، وسبته يبرد. وخدت منه حوالي 3 معالق وخدت 3 معالق سكر بودره ونص كوبايه سمنه. وبسيت طبعا الكنافه حلوه قوي لازم تبقى متماسكه، تكون سمنتها كتير وسكرها والشربات طبعا ده كله هيخليها تبقى متماسكه. وهنشوف كده اول فورم. هنا عندي كوبايه زبادي وعندي الفنجال. كوبايه الزبادي هاخد كده نصها كده من الكنافه. تمام. واضغط كده واجيب معلقه من الكريمه اللي انا عاملاها. متنسوش يا جماعه اللايك، واللي اول مره يشوف قناتي يا ريت يشرفني كده وينورني في قناتي واكون سعيده طبعا بيكم. هنا خلاص هاخد كده معلقتين من الكريمه بتاعتي. دي فورمه برضو اللي عايز يعني تكون الفورمه خفيفه ومش عاليه قوي اعملي بقى بكوبايه الزبادي. كوبايه الزبادي. وبعد كده ايه املى نصها كنافه، وبعدين معلقتين من الكريمه، وبعدين املاها ايه كنافه تاني، واضغط عليها كده عشان الشكل يطلع معايا مظبوط. برضو والله الشكل ده حلو هيعجبكم برضو، قطعية حلوة. وعلى فكرة الشكل اللي انت عايزاه اي شكل عندك في المطبخ ممكن تعملي بيه. وبعد كده هقلبها كده على ايدي وهوريكم الشكل اهو. بصوا المنظر منتهى الجمال اهو. وبعد كده ايه عندي بقى الفورمة التانية، هي بقى الفنجالة دي انا عاملة 2 منهم هوريكم دلوقتي. اجيب كده الفنجال اي فنجال عندك نفس الطريقة، احط كده نص كنافة. ولازم الكنافة طبعا زي ما قلت لكم تبقى زي البسيسة كده، تبقى ماسكة نفسها متبقاش مفرولة عشان الفورمة تطلع. وبعد كده املاها نص كنافة. وبعد كده برضو ايه معلقتين من الكريمة اهو. وبعد كده احط ايه بقيته ايه احط بقيته كنافة تاني واضغط عليه كده عشان ايه الفورمه معايا تبقى مظبوطه. بص هو لو لزق معاك عشان ابقى امينه معاكي ممكن تعمليه بكيس يعني قبل سوري، قبل ما احط الكنافه تجيبي كيس بلاستيك كده وتحطيه في قلب الفنجال، وبعدين ايه تحطي الفورمه ايه تحط الكنافه فيها هتطلع معاك الفورمه سهله وبسيطه. تنزعي كده الكيس هتطلع معاك الفورمه مظبوطه. دي الفورمه بتاعه الفنجال ودي فورمه الزبادي. اللي يريحك واللي يعجبك اعمليه. تمام. هعمل لكم هنا واحده تاني من الفنجال. اعمل لكم واحده من الفنجال اهي تاني، عامله نصه كده كنافه، وبعد كده معلقتين من الكريمه، وبعدين احط تاني طبقه من الكنافه. حاجه سهله وبسيطه والله وتغيير، وهتعجبكم باذن الله اهو. وطول ما احنا في المطبخ كده ايه بنفنن كده ونشكل عشان ولادنا.
طريقة جديدة للكنافة ومشهورة، بقت ترند دلوقتي، فقلت اعملها لكم. يا رب تعجبكم وتحوز على اعجابكم كده. تنسوش اللايك يا جماعة. بس هنا بقى فورمة الفنجان، عملت طبعا الكمية كلها، هقلبها معاك دلوقتي اهي. اهو بصوا، خلاص كده الكمية بتاعتي كلها عملتها في الصواني، واكون طبعا انا مسخنة الفرن. بصوا دي الفورمة بتاعت الزبادي برضو حلوة مظبوطة اهي. خلاص دي فورمة الفنجان ودي فورمة الزبادي. كنا مسخنة الفرن على درجة 180 لمدة حوالي نص ساعة، وافتح الشواية من فوق. وبصوا المنظر النهائي في منتهى الروعة. يكون عندي طبعا الشربات بارد، يكون تقيل ما يكونش خفيف، واسقيه بقى بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. حاجة كده عظمة وحاجة جميلة جميلة جميلة. ولا ريحتها طبعا السمنة البلدي طبعا عاملة ريحة روعة. وطبعا زي ما قلت لك المتوفر عندك، ممكن تكون سمنة يعني نباتي مفيش مشكلة، اللي متوفر عندك اعملي بيه، ما توقفيش عند حاجة. وهنا خلاص الكنافة بتاعتي طبعا انا بسقيها، تكون لازم طالعة من الفرن، ويكون واسقيها حلو زي ما حضراتكم شايفين كده. كده حلو زي ما حضراتكم شايفين اهو، منظر تحفة وحاجة جميلة. سيبها كده لما تتشرب حلو. معايا هنا بقيت كريمة، قلت بقى احطها كده على الوش اهي، تديها طعم تحفة ومنظر روعة والله. تبقى محشية كريمة من جوه ومن بره، وحاجة كده عظمة وحاجة جميلة. وانا عايزة رأيكم في الكومنتات يا جماعة، ايه رأيكم بقى في الكنافة الجميلة دي التحفة. ويا رب كده تحوز على اعجابكم، ويا ريت الفيديو النهاردة يكون حاز على اعجابكم. واكمل بقى كمية الكنافة اللي عندي كلها بالكريمة اهو، حاجة كده فوق من روعة. وكل سنة وحضراتكم طيبين. يا رب فيديو النهاردة مستنية رأيكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد.